ناخذ اتصال من الأخ سمير من الدنمارك. السلام عليكم. السلام عليكم. حديثي بالدعاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله بالخير، تقبل الله طاعتكم. مساك الله بالخير والعافية. علينا وعليكم على جميع الأمة الإسلامية وخصوصا شيعة أهل البيت. أسعد الله إياكم. الحبيب. كون عليك إن شاء الله، تقبل الله أعمالكم. افتتح كلامي بالدعاء. فضل. اللهم لعن عائشة وأبوها. نعم. والخبث المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. نعم. سؤالي للشيخ ياسر الحبيب بأنه أقول كيف الدول الإسلامية ومفكريهم ومراجعهم والأزهر الشريف كيف يسمحون لآل سعود أو الدولة السعودية بتغيير اسم دولة إسلامية من الحجاز إلى مدينة إلى دولة باسم السعودية؟ بأي حق بدلوا اسم هذه الدولة؟ نعم. كيف سكتوا الدول الإسلامية؟ نعم. واريد اجاوب على هذا الاخ النابغه الصبياني السعودي اللي اتصل قبل شويه. نعم. اقول له احنا عندنا بالعراق بضعه من الرسول، وكيف اصبح وكيف كانت وكيف اصبحت تحت ايدينا وكيف تطورت، ولكن كيف اذا اصبح نفس قبر الرسول اصبح تحت ايدينا؟ وان شاء الله نتمكن وندخل بعيونهم، وان شاء الله اهل البيت هم يرجعون، هم احنا الاحق بهم، وان شاء الله احنا نتطور ونسحقهم تحت اقدام هذول ال سعود الكلاب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.